أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من برنامج مشوار مع خالد عبد الناصر. مشوارنا النهارده واقف عند الفنان الكبير تامر فرج اللي هنسمع منه النهارده آثار كتيرة جدا في حياته. وأنت شايف إن السوشيال ميديا عامة أثرت على الفن؟ اولا هي المفروض انها كانت تؤثر بالايجاب. طب أنت شايف بخبرتك الفنية دي الفن دراسة ولا موهبة ولا استمرارية؟ لا، هو الفن لازم يكون موهبه تثقل الدراسة. للدراسه. تمام. طب تجربتك مع الفنان محمد صبحي؟ هو يظل في ازاي تكتب. كنت بكتب له البرنامج اللي هو بتاع مفيش مشكله خالص، وهنا كان الصعوبه في ان انت ازاي كلام لما يطلع من محمد صبحي بس الورق. كذا نجم طلع وقال لك احنا ما بنتدخلش ان احنا نختار ولا في دور ولا اي حاجه كتير، يعني بيقول لك كده احنا مالناش دعوه. مش للاسف انه المخرج بيكتب والمنتج بيكتب والممثل بيكتب. انت شايف الفتره اللي فاتت دي كلها بالنسبه للسعوديه هو بيطوروا جدا في الفن عندهم، طب شايف التطوير اللي بيحصل عندهم ده احنا بنقل هم بيطوروا؟ السعوديه بصراحه انا يعني بحترم جدا جدا هذا الفكر اللي قائم دلوقتي في المملكه، انه احنا قعدنا سنين كتير قوي 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 لازم نروح احنا للفن وما عندناش فن. عندنا مشاكل اخرى، عندنا صرف في حاجات تنمويه اخرى. تمام. اكيد هتاخد من الحصه بتاعه الفن.